اوعى تعمل الغلطة دي في البورصة علشان ما تخسرش فلوسك، ودي واحدة من أكتر الأخطاء الشائعة حتى عند الناس اللي بقالها سنين، بقاله 10 سنين في البورصة بس بيعملها. فكرة إن أنت تشتري سهم قوي وجيد وشركة بتكسب بسعر غلط. يا جماعة الموضوع عبارة عن مقارنة ما بين حاجتين، ما بين إن حاجة فعلا قوية ماليا، شركة قوية، وما بين سعرها كام النهاردة. ما أنت ممكن تبقى بتدفع أكتر بكتير من اللي المفروض تدفعه. انا النهارده لو معايا مثلا موبايل كويس جدا المفروض ان سعره مثلا 10 وهو موبايل ممتاز، لو دفعت فيه 20 يبقى في حاجه غلط. لكن لو دفعت فيه 6 وهو اصلا كويس والمفروض يساوي 10، كده المفروض يبقى انا فاهم بعمل ايه. هو ده الاستثمار على فكره. ولو عايز تتعلم تلاقي الشركه اللي تحت قيمتها، تعرف تحدد قيمه الشركه بطرق مبسطه، مش لازم الطرق المعقده على فكره. هتلاقي جروب تعليمي مجاني في الصفحه الرئيسيه في القناه، جواه معلومات كتيره هتفيدك. انا محمد فاروق، بقالي 21 سنه في المجال ده، بدات سنه 2005. ده في كمان شركات بتبان تحت قيمتها بيسموها فاليو تراب. من بعيد تلاقي ان الشركه قيمتها جميله جدا، تيجي تشتريها تلاقي ان الشركه عندها مشاكل خطيره هي اللي خلت السعر ينزل بالطريقه دي، والشخص فاكر انه بيشتريها رخيصه ويقول لك هتروح فين، لا هتبقى ارخص بكتير كمان.